في حاليا دولارات متجمدة في السوق السوداء، فبلاش حد يشتري أو يتعامل مع السوق السوداء. أولا علشان الإتجار في النقد الأجنبي ده جريمة بيعاقب عليها القانون، وممكن توصل الحبس ل3 سنين وغرامة بتوصل ل5 مليون جنيه. ثانيا لأن الدولارات اللي موجودة في السوق السوداء دلوقتي أغلبها دولارات متجمدة. طب إيه نظام الدولارات دي؟ نظام الدولارات دي هي الدولارات صحيحة بالفعل طالعة من البنك الفيدرالي الأمريكي ومعترف بيها وكل حاجة، ولكن اتوقف التداول بيها، ما عادش ينفع التعامل معاها لأن البنك الفيدرالي منع التعامل بيها. لأن الدولارات دي بمعنى أصح مشمومة، ريحتها وحشة، يعني بتبقى نتيجة عن اختلاس أو مثلا تجارة سلاح، اتمسكت مع موظف، يعني عمليات مشبوهة. فالبنك الفيدرالي وقف التعامل بيها، فهم مش عارفين يتصرفوا بيها.